السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد. عايزين كده قبل ما نبدأ زي ما انا متعودة معاكم نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا النبي، وندعي لأهلنا ولإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم يا رب، ويرجعوا سالمين وآمنين ومطمئنين يا رب العالمين. عايزة اقول لكم بقى، احنا كده ايه، انا عايزة المبتدئين، بالنسبة للمبتدئين اللي هم ما بيعرفوش، البنانات الصغيرين او اللي داخلين على جواز، اللي ما بيعرفوش يحشوا الممبار. فطبعا عايزة اقول لكم انا بوريهم اسهل طريقة ممكن تحشي بيها الممبار. الاول طبعا هنا انا كنت نضفته كويس قوي، وعايزه اقولك طبعا تنظيف الممبار الاكله الوحيده اللي لو ما اتنضفتش كويس مش هتتاكل، فلازم عايزه اقولك كيس بيكنج باودر وهيخليلك الممبار ده فله. وطبعا يتعمل كده بننضفه على الناحيتين مش ناحيه واحده، وزي ما انا وريتكم كده بقى. قمع هتجيبيه من عند اي محل بلاستيك، ودوت تخليه كده الممبار لوحده. في ناس كده بتعمل الازازه او بتقطع الازازه. انا شايفه ان القمع ده لما تجيبيه بلاستيك كده جاهز وتسيبيه كده على جنب للممبار هيبقى افضل. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، الممبار انا مش بملاه رز جامد. لما بتمليه رز زياده عن اللزوم ممكن ينفجر في الحله وبركته هتقل. يعني انا عايزه اقول لكم اللهم بارك، دوت كيلو ممبار واحد والله. بس لما انت تبقي جايباه بقى من عند جزار كده انت متعوده عليه، وجزار عارفاه، وطبعا ما بيبقاش مليان، مش من اي حد ممكن يدولك مليان ميه، او يبقى متلج فيبقى نصه ميه ما يبقاش فيه بركه. لا. فدوت جزار انا بتعامل معاه على طول، فبيدوله اللهم بارك ميزانه حلو يعني زي ما انتوا شايفين. والله اللي انتوا شايفينه دوت كيلو بس مش اكتر من كده. طبعا عقبال ما حشيت كنت انا محضره بقى الميه، وحاطه فيها البصل وحاطه فيها الفلفل الاسود وحاطه الملح. وطبعا بصوا اللهم بارك الممبار طالع بحاله اهوت، كان كده اتسلق وما تفكش منه حاجه. اللهم بارك يعني لما تشوفوا الكميه مش هتصدقوا ابدا ان ده كيلو. بس انا نصيحتي بقى لاي بنوته مبتدئه كده او ما بتعرفش، او الممبار مشكله بالنسبه لها، تجيب القمع البلاستيك دوت وتخليه كده على جنب في المطبخ للممبار، واي معلقه خشب بقى عندك زي ما شفتيني كده في اول الفيديو، وهيتحشي معاكي بسهوله جدا. بس طبعا بعد ما يتنضف كويس قوي على الناحيتين بكيس البيكنج باودر، وبعد كده بقى معلقه سكر على ليمونه على ملح وعلى الناحيتين كده مع البيكنج باودر. عايزه اقولك هيخليهولك قشطه زي ما شفتيه كده ومنور. بصوا بقى اللهم بارك اللهم بارك، دوت كيلو ممبار يا جماعه، انتم مصدقين؟ بصوا بقى انا هنا كنت بوريكم ساعات في الممباريه كده واحنا بننضفها، او هي بتجيلنا اوريدي مش مقطوعه او كده، او احنا بننضفها ممكن تتقطع مننا. فطبعا ايه، ما نسيبهاش حرام ولا نرميها ولا نسيبها، لا انا بربطها كده وتكملي حشو عادي بالقمع وتربطي الناحيه المقطوعه وبس. عايزه اقولك بتبقى احلى حته الحته المقطوعه دي والله. بس هنا بقى كنت انا حمرت الممبار اللهم بارك. كان عايز بقكم يا حبايبي. وبصوا ولا لحمه بقى ولا فراخ ولا اي حاجه، قليت جنبه بطاطس وطبق سلطه خضراء، وده بقى صوص البيك تيستي مع البطاطس كده. عايزه اقول لكم بيودي البطاطس في حته تانية، ده الصوص المفضل عند هنا يعني. بس انا حبيت كده ايه ادي شويه نصايح، لان الاكله ديت ناس كتير بتحبها وبنات كتير بتحب تعملها، بس بيقف قدامهم مشكله في التنظيف وفي الحشو. فحبيت اوريهم كده على السريع واديهم نصيحه القمع دي احسن من الازازه وافضل وهتنجز معاكم. والسلام عليكم.